في الشأن البيئي نظمت مؤسسة دار الأجيال ببجدور بدعم من المديرية الجهوية للبيئة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية الملتقى البيئي في نسخته الثالثة. الملتقى يروم التعريف بقضايا التغير المناخي في المناطق الصحراوية وتعزيز الحوار حول التحديات المناخية. في المتابعة عياد السرتي ومحمد شارع. التكيف المناخي في البيئة الصحراوية شعار هذا الملتقى البيئي في نسخته الثالثة هنا ببجدور، وخلاله طرح لمختلف التحديات البيئية وتأثير التغيرات المناخية تحديدا بالمناطق الصحراوية، فضلا عن مجموعة قضايا محورية مرتبطة بالتغيرات المناخية وانعكاساتها على البيئة والاقتصاد كما المجتمع. الملتقى البيئي ببجدور أصبح تقليدا سنويا تلتزم به دار الأجيال. هذه السنة نلتقي مع الدورة الثالثة التي ستعالج أثار التغييرات المناخية في علاقتها بالبيئة الصحراوية. سنحاول أن نتطرق لمفهوم التكيف المناخي أو التغير المناخي، كذلك أثاره على البيئة الصحراوية سواء من ناحية النباتات أو من ناحية الإنسان. نشاط بيئي يهدف بطبيعة الحال إلى محاولة توعية الناشئ بمجموعة من المبادئ الأساسية في التعامل مع البيئة. إذن هذا الملتقى البيئي الثالث يأتي دائما كما قلت في إطار موجة من الإشعاع الذي تشهده هذه المؤسسة، في إطار دائما توجيه الأطفال والطفلات إلى اكتساب مجموعة من المهارات في التعامل مع البيئة. في ظل التحديات المناخية التي تعرفها البيئة الصحراوية، يأتي هذا الملتقى البيئي كفرصة لتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي ودفعهم إلى التفكير في مجموعة من الحلول للاستفادة من الموارد الطبيعية لمحيطهم بطريقة مبتكرة ومستدامة. المناسبة هنا أيضا لرفع الوعي البيئي لدى الشباب والمساهمة في غرس القيم البيئية لدى الأطفال وتمكينهم من المشاركة في حماية البيئة بطرق بسيطة وممتعة. من فضلكم حافظوا على البيئة، البيئة مصدر للحياة. كنا نقوم بالرسم والتلوين لكي نحافظ على البيئة من أجل التوعية حول البيئة، وكذلك إعطاء رسائل من أجل الحفاظ على البيئة. وأنا أتوافق مع هذه الملتقيات لأنها تعطي دورا في الحفاظ على البيئة، ومن أجل أن يكون التلاميذ ذو توعية بالبيئة والحفاظ عليها. هي محطة سنوية إذن لإعادة التفكير في التحديات المرتبطة بكوكب الأرض وتوعية النشء بخطورة تلوث البيئة والهدر في استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، وأيضا المساعدة على استيعاب وفهم القضايا المتعلقة بالبيئة والاستدامة بشكل أعمق.